سمعتم شيخنا حفظكم الله بالحملة الشرسة التي قادتها بعض وسائل الإعلام الكافرة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجب المسلمين تجاه، يعني وسائل الإعلام والقصص والرهبان والسياسيون والمجرمون في أوروبا وأمريكا هم يقودون هذه الحملة ويشجعونها، والمسلمون لا يستطيعون يفعلون شيئا لأنهم غثاء كغثاء السيل، وما عندهم إلا الأمم المتحدة ومدري إيش والكلام الفارغ والذهاب لبابا. على المسلمين أن يعودوا إلى الإسلام. العلاج لمواجهة هذه التحديات وهذه الحملات الخبيثة أن يرجع المسلمون إلى دينهم وأن يخرجوا من هذه الغثائية التي يعيشونها. بارك الله فيكم. يوشك أن تداعي فلانكم ما تداعي لكنت على قصتها. قال مكلف يومئذ عليه رسول الله قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع عند الله المهابة من قلوب أعدائكم. فهذا حاصل، الأمة غثاء كغثاء السيل إلا القليل، وقد نزع الله المهابة من قلوب أعداء الإسلام، فلا يرون للمسلمين قيمة ولا يحسبون لهم حسابا. والمسؤولية الأولى في هذه الحملات على رسول الله على المسلمين، لأنهم هم الذين أفسحوا المجال لأعداء الله أن يرفعوا رؤوسهم ويدوسوا كرامتهم ويطعنون في رسول الله ومقدسات الإسلام. ولو كانت الأمة لها هيبة ولها منعة ولها قوة ولا يحصل ذلك إلا إذا تمسكوا بالدين، تمسكوا بكتاب السنة. إذا تمسكوا بكتاب الله قذف الله الرعب والوهن في قلوب الأعداء فهابوهم وخافوهم. أما الآن وقد تخلينا عن العقائد أو جلنا عن العقائد تجاه رسول الله والأخلاق والسياسات، بارك الله فيكم، تخلينا عن ذلك وغيره، فإن الله ينزع المهابة هذه في قلوب الأعداء ويقذف الرعب والوهن في قلوبنا عقوبة لنا حتى نرجع إلى ديننا. أخبار رسول الله بالحل عليه الصلاة والسلام هو أن نرجع إلى الدين، فإذا لم نرجع إلى الدين فسوف تزيد الحملات ولا يبالون بصيحات الأطفال والنساء أبدا. نسأل الله العافية. المسلمون شوف مواقعهم، شوف صحهم، لا مبالاة. أظن قبل أيام لما جاس المصحف نستغفر الله وأتوب إليه حكاية هذا الكلام، قام المسلمون مظاهرات وكذا، الآن قاموا بشيء؟ ما قاموا بشيء، ما سمعنا بشيء. الله أكبر، زبد انطفى غثاء. في ذاك الوقت أنا وجهت خطاب للمسلمين جميع الحكومات وعلماء وكذا وكذا أن يرجعوا إلى كتاب الله ويعقد المؤتمر ذلك ويفعل، لكن ما يسمعون، لا يسمعون. بارك الله فيكم. نسأل الله، هذا يحتاج صيحات من العلماء الصادقين تهب بالمسلمين أن يجدوا في العودة إلى دين الله الحق. يجب على أصحاب المدارس غير السلفية أن يتقوا الله في أنفسهم وفي من يتعلق بهم من المسلمين. لا شك أن مدارسهم فيها خلل كبير، فيها مخالفات عقدية ومنهجية، يجب أن يصلحوها، يصلحوا مناهجهم، والحكام أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يفرضوا المناهج الإسلامية الصحيحة في المدارس التي يربون فيها أبناء هذه الأمة، وأن يربوا
جيوشهم على العقيدة والأخلاق التي ربى عليها رسول الله جيوشهم. بارك الله فيكم. خالد وأمثاله نجحوا في قمع الردة وفي الفتوحات بالقرآن والسنة. إذا ما كانوا القرآن والسنة ما يفعلوا ولا حاجة، لكن الله ينصرهم ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. أكبر سلاح هذا الرعب. فإذا كان الغرب يرتعد فرأسه خوفا من المسلمين ما يستطيع أن يحرك ساكنا. وفي عهد المعتصم وهو عامي ما هو عالم، لكن كان خليفة وكان مخدوع بالجميع، لكن يحترم الإسلام. وهي امرأة فقالت وهو معتصمة، فجهز جندا وذهب إلى أكبر رأس وأكبر دولة في أوروبا وأداس كرامتها، وانتصر الإسلام وأخذ ثاره الإسلام. الآن رسولها مهم امرأة ولا شيء ولا شيء. في انحطاط، في غثائية، في وهن أكثر من هذا. يقول يا مليار، فين مليار مسلم الآن، كم 1000 مليون وزيادة، لكنهم غثاء السيل. الذين فتحوا المسجد في الدنيا انطلقوا من قرية مدينة، قال أن هذه قرية تأكل القرى. كان مسجد الرسول لا يمثل إلا جزءا من 50 جزءا من المسجد الحالي. أصحاب هذا المسجد خرجوا إلى الدنيا فتحوها كلها. لإيش؟ لا بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، إنما بالإيمان الصادق والإخلاص. نعم، يجب أن نعد العدة، يجب العدة الإيمانية قبل كل شيء. والله إذا توفرت هذه العدة الإيمانية كنا على منهج محمد لجعل الله لنا فرجا ومخرجا، ولا أعطانا من القوة المادية والمعنوية ما ننتصر به على أعداء الله. بارك الله فيكم. أما ونحن يعني ديمقراطية وخرافات في السياسة الديمقراطية، وفي العبادة قبور، وفي العقائد تعطيل، إلا ما شاء الله وضلال وضياع وخرافات وأساطير التي نشأت عن هذه الغثائية. فمهما تكدست عندنا الأموال، عندنا أموال الآن لا أول ولا آخر. الغرب يحتاج إلى ما عندنا الآن، وعندنا جيوش وعندنا، لكن امتداد هذا الغثاء، فلن تغني عنا شيئا هذه الأشياء كلها. والآن الذي عنده غير مسكين يصيح ويقول الناس تنجدوا بهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الفلانية، هذا اللي عنده مسكين. والباقي شوف الصور كيف تعبت، تقدم لنا صور الممثلات والماجنات الفنانات، وقدم لنا الصور هذه والحديث عن الفنانين وعن الكرة، في ضياع هذا يرثى لها. بارك الله فيكم. محمد صلى الله عليه وسلم وضع في كفة والأمة كلها في كفة فرجحها وزنها عليه الصلاة والسلام، وصاحب أبو بكر وزن هذه الأمة، عمر كذلك وزنها. محمد موسى عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد